عاش العراق، عاش عاش عاش. عاش العراق. ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني على نظيره العماني الشقيق، هارد لك للمنتخب العماني. مبروك للاعبين، مبروك للجمهور، مبروك للاتحاد العراقي. بصراحة أول ما شفت التشكيلة قلت هذه التشكيلة تفوز. قدموا مستوى، ويعني قدموا أداء ونتيجة. طبعا موضوع يوسف الامين بالذات، زيدان اقبال ممتاز جدا، يقدم مستوى عالي حتى اعلى من يوسف الامين بهذه المباراه. ولكن يوسف الامين الف مبروك الهدف اللي سجله. بصراحه اكثر من فيديو قلت انه يوسف الامين لازم يدخل البوكس ويصير عنده مخيله انه كيف يسجل اهداف، وفعلا دخل البوكس وسجل هدف. هذه فاتحه خير ليوسف امين، ان شاء الله يستمر على تسجيل الاهداف في المباريات القادمه. وطريقه اللعب كانت يعني ممتازه كتشكيله وطريقه لعب، وايضا كنتيجه. طبعا البناء من الخلف كان ممتاز جدا من احمد باسم، عاشت ايده. يعجبني اللاعب اللي لما تكون عنده فرصه يمثل بلده او يكون بالمكان الصحيح يثبت نفسه، يريد يثبت نفسه. احمد باسم راد يثبت نفسه واثبت نفسه فعلا، حارس مرمى ممتاز. مباراة عمان مو نفس مباراة الاردن، كان بناء اللعب عنده صحيح، ولما ما كان يكون مجال للدفاع انه يمرر للدفاع ويصير بناء لعب دفاع وسط هجوم، كان يلعبها طوليه. يعني كان مركز 100% شلون يبني اللعب. الكره الطويله مو خطا، ولكن لما يكون وقتها المناسب تلعبها كره طويله تمام العبها، لما ما يكون اكو مجال للدفاع. ف يعني انضم احمد باسل للاعبين اللي هم يريدون يثبتون نفسهم بالمنتخب العراقي او بالكره عموما. وفعلا الحمد لله فازوا، وكان بامكانهم يسجلون اكثر من هدف. ولكن اللياقه البدنيه بصراحه بعد الدقيقه 60 هبطت عند الفريقين، ولكن الفريق العماني ضغط على نفسه وحاول يسجل التعادل. ومع ذلك سنحت لنا اكثر من فرصه، وكان اكو سيطره نوعا ما بالوسط من يوسف الامين واقبال زيدان وباقي اللاعبين ايضا. ولكن كان اندفاع المنتخب العماني اكثر لتسجيل التعادل. هارد لك الميمي ان شاء الله في المباريات القادمه يسجل اهداف ممتاز جدا. كاساس اخرج ايمن حسين لانه شافه تعبان، يعني الكره جت قريبه عليه، ما قدر انه يروض الكره ويلعبها بطريقه صحيحه، فبدله يعني بعد هذه الحاله بدقيقتين ثلاثه بدله. ان شاء الله تستمر افراح العراقيين بفوز المنتخب العراقي بالمباريات القادمه، ونتاهل الى كاس العالم ان شاء الله.